مساء الفل على احلى صحاب في الدنيا، وحشتوني جدا يا صحابي. رجعت لكم النهارده بعد غيبه بحدوته جديده وانا متحمسه لها جدا، ولو عايزيني اكمل في الحواديت ادعموني بلايك واشتراك في القناه. يلا بينا نبدا الحدوته. فيلمنا بيبدا بمجموعه خطيره قوي وبتدور على الاسود في وسط الغابه، وبيعرفوا ان هنا كان في اسد كبير بسبب اثار رجليه، وطبعا بينصبوا الفخاخ للاسود وبيصطادوا كام اسد على الماشي، وبتمشي العربيه وبيسيبوا اتنين في الغابه، عبده وصاحب قدور. وبيرجع عبده متصاب من الاسد، ولما قدور بيحاول يهرب من الاسد بيجري جامد والاسد بيحاول يهجم عليه، ولكن قدور بيقع في فخ من الفخاخ اللي كانوا ناصبينها للاسود، وطبعا الاسد خلص عليهم هما الاتنين. وبصوا بقى يا صحابي، ده بطل قصتنا النهارده. طياره من لندن بتنزل في وسط الادغال، وفي وسط الغابه دكتور نت وبناته نورا وميرا، وبيستقبلوا صاحبه مارتن وبيرجعوا قريه مامتهم هناك. وطبعا هناك مفيش نت ولا واي فاي ولا الكلام ده كله، ولكن في صور مامتهم الحلوه. والظاهر ان بنات دكتور نت بيكونوا على خلاف معاه بسبب انفصاله عن امهم. وتاني يوم الصبح صاحبهم مارتن بياخدهم بعربيته جوله في الادغال، وبيشوفوا طبعا الزرافه والطيور وسيد قشطه، وكمان بياخدوا كام صوره حلوه. وبيروحوا المدرسه المهجوره وبيشوفوا الاسود، وكمان كان عندهم كام اسد مميزين ومنهم كوادا وكاوي. وبيشوفوا ازاي مارتن وهو بيسلم على الاسود، وبيلاقوا لبوه مجروحه برصاصه من صيادين غير شرعيين. الصيادين الغير شرعيين هيستفادوا ايه بانهم يقتلوا الاسود؟ طبعا الحاجات دي غاليه جدا زي اسنان وعظم وشعر جلد الحيوانات، فبالتالي بيبيعوه بارقام مهوله. اما نت وبناته ومارتن معاهم بيدخلوا مكان كله خيم زي كافيه عشان يشربوا حاجه ويطر على قلبهم، ولكنهم ما لقيوش غير جثث مقتوله. وطبعا بناته كانوا هيموتوا من الرعب وكرهوا المكان كله، وطبعا ما صدقوا اخد عربيتهم وابتدوا يمشوا. وفي طريقهم لقوا واحد بحصان وقال لهم ان في مجموعه اسود هم اللي عملوا كده. وطبعا دكتور نت اخد شنطه الاسعافات علشان ينقذوه، ولكن مارتن بيحاول يلاقي الاسد اللي عمل كده ومش لاقي حاجه طبعا. ودكتور نت بيحاول يطمن على مارتن، لقى اسد طلع عليه، وطبعا جري على العربيه والدكتور وبناته هيموتوا من الرعب لحد ما مشوا ودخلوا في شجره، وطبعا ولا قادرين يتصلوا بحد ولا حتى يطلعوا من مكانهم. اما دكتور نت كلم مارتن بجهاز الارسال، ومارتن قال له انا الاسد هجم عليا ومش عارف اتحرك من مكاني. والدكتور طبعا عرفه ازاي يطهر الجرح لحد ما يروحوا له. وللاسف مارتن الاسد رجع له تاني علشان يكمل عليه. اما دكتور نت بيحاول يطلع مسدس التخدير علشان ينقذ مارتن. في عندهم زي مسدس مخدر بيخدر الاسد حوالي ساعه او ساعتين لحد ما يعرفوا يتصرفوا. وفي وقتها مارتن بيبلغوا ان الاسد مشي ومش موجود عنده، وطلع الاسد رايح لدكتور نت وبناته. وطبعا بنته ما كانتش تعرف ده ونزلت علشان تشوف الاسد فين، والاسد بيهجم عليهم من الناحيه التانيه، وابوهم بينزل تحت العربيه وبيهجم عليه الاسد من كل حته. كل ما بيحاول يخرج الاسد بيجيله من الناحيه التانيه، لحد ما بنته فتحت الشباك وجالها الجرأة انها تدي ابره المخدر للاسد. ومشي الاسد، والمفروض ان تاثير المخدر زي ما قلنا حوالي ساعه ساعتين. اما ميرا راحت لمارتن علشان تساعده، وطبعا جابوا مارتن العربيه علشان يعالجوه، وبيحاول دكتور نت يخيط الجرح لمارتن، وطبعا الاسد بيحوم حواليهم. بيخلص اليوم على كده؟ لا، دكتور نت بيتشاجر مع بناته بسبب موت والدتهم، وبيقرروا انهم يقعدوا في العربيه لحد تاني يوم يمكن يشوفهم حد في الغابه وينقذهم، وفاكرين ان الاسد خلاص استسلم. ومارتن بياكد لهم ان دي مش طبيعه الاسد واحنا اصلا مش فارسته، وان في حاجه غلط حصلت علشان كده بيهجم علينا. وطبعا محتاجين جهاز الارسال بتاع مارتن عشان يعرفوا يوصلوا لاي حد، وبيناموا للصبح. وطبعا دكتور نت بيهلوس ببناته والاسد وزوجته كمان معاهم. وبيصحى دكتور نت بالليل على الحلم الفظيع اللي حلم بيه، وبيقول لبنته على فكره انا كنت بحب مامتك باخلاص. وفي وسط ما هم بيتكلموا وبيوصل ناس فاكرينهم انهم هينقذوهم، ولكنهم هم الصيادين الغير شرعيين. وللاسف دكتور نت بيشرح لهم الموقف، وللاسف اول ما شافوا مارتن عرفوه وحاولوا يأسروهم انهم ياخدوا بنات دكتور نت. وفي وسط العركه والليله دي بيهجم عليهم الاسد، بس مش بيهجم على دكتور نت وبناته ومارتن، لا بيهجم على الصيادين الغير شرعيين اللي هم فارسته اصلا. وبيقدر دكتور نت يرجع لعربيته هو والبنات، وبيحاول ينزل يدور على مفتاح العربيه التانيه عشان يقدروا يطلعوا من المكان اللي هم فيه. وبيروح يدور على المفتاح مع الراجل اللي كان سايقها، وبيلاقي الاسد بيتمشى في الميه وبيحاول يكتم اي صوت حتى صوت جهاز الارسال. وبيطلع فوق الشجره لحد ما الاسد يمشي، وبيلاقي تعبان على الشجره بيحاول يرميه على الاسد علشان يبعدوا عنه. اما بناته بيظهر لهم واحد من الصيادين عشان يدخل العربيه، ووقتها الاسد كان فوق ابوهم، وابوهم مش عارف يتصرف ولا يروح لهم ولا ينقذهم. وبهدوء الاسد ابتدى يتجه لصوت العربيه، وابوهم برضو اخد جهاز الارسال وكان مضطر ان هو يلاقي المفتاح، وكلم بناته يطمنهم انه لقى المفتاح خلاص، واخد البندقيه علشان يامن نفسه في الطريق.
الطريق. اما مارتن مش عارف يعمل اي حاجه بسبب رجليه. ولما جالهم الاسد على العربيه مارتن قال لهم خليكوا هادين وما تتكلموش. ولما الاسد هجم عليهم مره واحده وكسر الشباك والعربيه ابتدت تميل وخلاص العربيه هتقع، طلب مارتن ان البنات يطلعوا من العربيه فورا لانها هتتقلب. وفعلا طلعوا من العربيه واتقلبت العربيه بالاسد ومارتن، وطبعا البنزين كله اتقلب جوه العربيه. والاسد حاول يهجم على مارتن ولكن مارتن اضطر ان هو يولع في نفسه وفي الاسد كمان. وطبعا ميرا مصابه بعد ده كله. اما دكتور نت اخذ العربيه وبناته وراح عند البيت المهجور عشان يحاول يعالج بنته المجروحه، ودوروا كلهم على قطنه ومطهر للجرح، وحاول فعلا دكتور نت يضمد الجرح وسابهم وطلع يدور على اي مخرج من المكان. ودخل اسد جوه البيت عند ميرا ونورا. واما ميرا بتحاول تمسك جرحها وتستخبى وتكتم صوتها ولكن الاسد وصل لهم وابتدوا يندهوا على ابوهم، وحاول فعلا ابوهم ينقذهم وضرب على الاسد نار وابتدى يدخلهم مكان تاني مقفول عشان ما فيش حاجه توصل لهم، ووعدهم انهم يستنوه هنا ومحدش فيهم يطلع بره وان هو هيجي لهم ومحدش يتحرك من مكانه. وراح دكتور نت عشان يواجه الاسد بنفسه ولكن الاسد مرمط بيه الارض لحد ما وصلوا الاسدين كودا وكاوي اللي مارتن في اول الفيلم كان بيلعب معاهم وانهم اصحابهم. وطبعا الاسدين دول قدروا ينقذوا دكتور نت. واما دكتور نت بيغمى عليه وبيفتكر زوجته وبيوصل جماعه بتنقذه هو وبناته. ولما ابوهم بيخف بياخدهم ويروحوا عند نفس الشجره وبيتصوروا هناك نفس الصوره اللي اتصورت عندها مامتهم. وبكده يا صحابي خلص فيلم النهارده. اشوفكم في حدوته جديده المره اللي جايه وهستنى كومنتاتكم يا ابطال.